يا مساء الفل، مساء الجميل. ازيكم واخباركم ايه؟ لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. ايه الناس اللي عندها مطر النهارده؟ احنا لحد الان يعني وقت السحور اهو، والرعد والبرق لسه شغالين. ف على طول بقى بنردد الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى فيه صوت رعد او برق او صواعق وكده: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم صيبا نافعا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم امين. ربنا يشفي مرضانا كلنا يا رب ويرحم جميع موتانا. المهم يعني النهارده بقى ايه، قلنا نعمل على الفطار كده صينيه جلاش حلوه. قلت انزلها فيديو لوحديها خلاص. فانا جبت بصلتين كبار فرمتهم في الكبه. بعد كده حطيت عليهم اللحمه اول ما تتبلوا شويه. طبعا البصل كان معاه قرن فلفل حامي، ورحت حاطه بعد ما عسكت حطيت اللحمه. اول ما لونها اتغير خدت لون كده، رحت حاطه لها ملح وفلفل 7 بهارات بس، على كده مفيش اي توابل تاني. وطلعت شويه فلفل الوان من الفريزر وحطيته. طبعا دي من الحاجات اللي احنا شايلينها، يعني وقت ما بتلاقي الفلفل الالوان رخيص هاتي كيلو ونضفيه وحطيه في الفريزر. بيطلع على الشاورما مثلا، مكرونه مثلا تحطي فيها فلفل. آه، تعصجي لحمه الكلام ده يعني. المهم احنا ستات شاطرين، يعني ستات بيوت شاطرين وموفرين، فكل واحد بيظبط بقى حاله على الحاجات اللي هو بيعملها. المهم بقى انا جبت ربطتين جلاش او لفتين يعني. والصاج ده مقاس 30 في 40، علشان يعني ايه، لقيت الصينيه هتبقى صغيره على اللفتين وانا عايزه اعمل لفتين يعني عشان يقضوا. فبتبتدي بقى ايه، احط ورقتين واحط يعني رشه زبده سمنه. تمام. اللي هو حاجه خفيفه يعني رشرشي خفيف كده. المهم اخلص اللفه الاولانيه كلها احطها في الطبقه الاولى اللي من تحت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا كنت خلصت الطبقه الاولى كلها، فابتدي بقى افرد عليها اللحمه. بعد كده بقى هجيب جبنه. انا هحط جبنه ميكس الحمد خلاص. في النص يعني في نص الطبقات. تاخدش وقت في الفرن وسريعه وبتنجز معاكي. يعني لو في عزومه ممكن تعملي مثلا صاجين زي كده، يبقى هيشيلوا معاكي الدنيا خالص. انا بقى كده جبت ميكس الجبن. لو في زيتون بقى، بس انا عندي الزيتون بس بصراحه كنت لسه هطلع بقى منه البذر واقعد اقطع فيه حوار كده، فكسلت بصراحه. هنا بقى كنت خلاص بقى عرفت طريقه كده ان انا هسوي الورق علشان يعني ملبخش نفسي شويه. فده كان تاني كيس يعني، قلت بقى ايه افتحه واقص بقى الورق كله يبقى مقاس واحد يعني زي ما انا عايزه. طبعا بين كل طبقتين كده بترشي سنه سمنه بسيطه علشان ما يبقاش تقيل، لان السمن الكتير بيخلي الجلاش تقيل. وصلتوا لحد فين في المصحف؟ لو متابعيني قولولي كده خلصتوا لحد فين وهتختموا في قد ايه. أنا تقريبا ما اتفرجتش على اي مسلسلات، مش بحب المسلسلات اصلا. فمستنيه بقى ايه بعد رمضان اعرف كان ايه احسن حاجه واقوى حاجه موجوده واتابعها. هنا جبت كيس لبن 500 جرام، شلت منه كوبايه بس هرجعها تاني احطها. حطيت 3 معالق نشا ومعلقه بيكنج باودر. كان المفروض بقى احط سنه ملح بس انا نسيت. تمام، يعني انا نسيت سنة الملح دي، وكان عادي بسيكة بس كان حلو. احنا كده كده عندنا الضغط اصلا مش ناقصين. فهنا حطيت بقى كمان معلقتين سمنة مع الخلطة دي وحطيتها في الصينية. دخلتها الفرن حوالي 10 دقايق. يعني هو انا حطيتها في الفرن تقريبا 10 دقايق، وطلعتها على الفطار على طول. ده الشكل بتاعه بقى. امسكه انا قطعته قبل ما احط له الزواد، وهنا بقى كم يعني بزود على التقطيعه كده اشوف اتاكد بس ان هي سالكه عشان اعرف اطلعه. ما تنسينيش بقى لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده وتستني الفيديوهات بقى بتاعتي كل يوم. هنا كده كنت قررت ان انا اقطع يعني اسلك الصينيه كلها واطلعها بقى ايه حاجه حاجه كده.
مش بحب الحاجة اصلا تلزق مني اصلا او كده. الجلاش بقى كان طري من جوه، من بره ومن تحت مقرمش، فدي كان حاجة حلوة للناس اللي بتحب الحاجات المقرمشة. او من جوه طري من تحت ومن فوق مقرمش. ده الشكل بقى، وبألف هنا كده، جربوها يعجبكم. وده الفطار بتاعنا.